السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير، بإذن الله يوم جديد كده وروتين النهارده طويل شوية، يعني الفيديو طوِل منّي بس بصراحة لمّيت لكم فيه يعني فيديوهين كده في بعض، أنا صوّرت كل ده يوم واحد وقُلت هاقسمه على فيديوهين، بس الحقيقة قُلت لأ، خلّيني أنزّله مرّة واحدة كده على بعضه أحسن يعني ويكون خلفية كده نتكلّم وندردش فيها مع بعض. وحشتوني جدًا وشكرًا ليكم جدًا، جدًا، شكرًا إن أنتم بتتفرّجوا عليّا، شكرًا إن أنتم بتسمعوني أصلًا، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا. يالّا بقى على طول كده إحنا عرفنا بقى إحنا هنعمل إيه، هندعي لإخواتنا وولادنا في الثانوية العامة، ربنا يكبر بخاطرهم ويجعل لهم الصعب سهل، اللهم يا رب، يا رب، يا رب حقق لكل واحد حلمه، اللي نفسها في أي كلية كده بتحلم بيها يا رب حققها لها، واجبر بخاطر الأمهات يا رب، الأمهات اللي زينا كده اللي قاعدين يا عيني على أعصابهم، ربنا يا رب يا حبايبي يفرحكم. والآباء طبعًا ربنا يا رب يقويهم على المرحلة الصعبة دي، مرهقة بجد بكل المقاييس، نفسيًا وماديًا، بس هنعمل إيه، الحمد لله والشكر لله يا رب. ربنا يا حبايبي كده يا رب يفرحكم، يالّا كده روتين قوي جدًا وهيخليكِ تتنشطي يعني هتتنشطي. بُصّي بقى يعني نشاط، نشاط. أنا طبعًا في الشقة هنا في الإسكان، وطبعًا أنتم فاهمين بقى القصة بقى مش هنقعد نعيد ونزيد، أنتم عارفين إن أنا باجي هنا ها كمّلوا أنتم بقى، لإن أنا لمّا باعيد الكلام الناس بتزهق، بس أنا باعيده عشان حد بس يكون لسه داخل القناة مش عارف أولها من آخرها، فبيبقى مستغرب يعني، لإن في كذا حد كتب لي: "هو إحنا دلوقتي تُهنا." إحنا يعني في حد كاتب لي: "إحنا تُهنا، إحنا ما بقيناش عارفين هو أنتِ قاعدة فين أصلًا." فأديكم كده بقى أكيد يعني فهمتوا من الفيديوهات القديمة لو رجعتوا كام فيديو لورا كده هتفهموا القصة كلها. فأنا النهارده الجو كان حلو أوي، قُلت كده إيه، أنضّف كده البيت وفي نفس الوقت أسلّي نفسي. هنا ما فيش نت، للأسف يعني ما فيش راوتر، فالقعدة من غير نت يا جماعة تحسّوا اليوم طويل. أنا بجد لمّا جيت هنا حاسة إن اليوم كتير، أقسم بالله ما باكدب عليكم. يعني أنا كل شوية أبُص في الساعة كده ألاقيها مثلًا 10، 11. الواحد هناك كان لمّا يبُص في الساعة كده يلاقي هوب الساعة بقت 01:00 في ثانية كده. طبعًا إيه، في حاجات كتير، في تفاصيل كتير في البيت هناك تانية غير هنا. هنا البيت يعني يعتبر فيه كل الأساسيات بس بطريقة محدودة جدًا، يعني هو فيه كل حاجة بس محدودة جدًا. وأنا بقى يا جماعة اكتشفت إن دي ميزة والله العظيم، يعني هنا البيت بيترتب بسرعة، المطبخ بيترتب بسرعة، المواعين مش بتتحوّش أبدًا ليه؟ لإن كل حاجة على القد، كل حاجة يا دوب كده على القد، على قد الاستخدام. ف فأنا حاسة إن فعلًا هو ده الصح. عارفين نظام المصيف، لمّا بنروح مصيف أو بناخد شقة مثلًا نقعد فيها والّا كده، بيكون فيها مثلًا حلتين 3 على مثلًا 6، 7 أطباق، نقوله مثلًا طقم يا ستي يعني خلّينا بس إيه، طقم مثلًا 18 قطعة والّا حاجة، على مثلًا إيه 4 حِلَل بالكتير، صينيتين، الأساسيات، كام معلقة، الحاجات اللي هي أنتِ بتحتاجيها فبتضطري إن أنتِ إيه، تغسليها وأنتِ واقفة كده، فتتغسل وتترص كده مكانها، فخلاص كده المطبخ خلص. مش عارفة أنتم فاهمينّي والّا لأ، بس أنتم أكيد فاهمينّي. والله يا جماعة الدنيا هنا بسيطة أوي، أوي، يعني ما فيش تفاصيل كتير، فبُصّوا البيت بيتروّق بسرعة ويتمسح بسرعة. يعني أنا الأوضة دي خدت منّي دقايق، لإن هي ما فيهاش حاجات كتير. لو أنا باعمل أوضة بنتي مثلًا هناك في البلد، لأ، أنا ممكن أقعد فيها فترة طويلة كده، أقلب بقى تحت السراير وأشوف الدولاب فيه إيه، وأشوف إيه عايز يتنضّف. لكن هنا يا دوب كده الغيارات يا دوب اللي معانا على كام فوطة، على كام ملاية، بس أنا قُلت إن شاء الله المرّة الجاية هاجيب ملايات معايا بزيادة. على زي ما قُلت لكم في المطبخ حاجات بسيطة برضه. ففكرة الشقق اللي هي كده دي حلوة أوي، يعني أقصد اللي هي فيها الأساسيات فقط. فأنا قعدت أقول لنفسي طَب إحنا ليه، يعني أنا جوزي بيقول لي: "ياه! ده الدنيا هنا سهلة أوي." والعيال برضه نفس الطريقة، "ماما هو هنا كل حاجة كده يعني دايمًا البيت متنظّم، مترتّب على طول، هنا الدنيا غير هناك." ف فهناك إحنا عندنا كل حاجتنا،
عندنا يعني حاجات بزيادة، وعندنا الصيفي والشتوي والهدوم والبطاطين واللحافة لكن هنا كأني جاية مصيف بالضبط. يعني أنا حتى وأنا قاعدة أقول لهم أنا حاسة إن أنا في مطروح، والله العظيم كل شوية أقول لهم أنا حاسة إن أنا في مطروح. تحسّوا كده يعني إن أنتِ قاعدة في مصيف كده شوية ومروّحة. بس الحمد لله ده فضل ونعمة من عند ربنا، وإن شاء الله برضه ربنا يقدّرني كده، وعايزة أعمل معاكم برضه شوية حاجات كده برضه يعني إن شاء الله الأيام اللي جاية لو ربنا قدّرني. إن أنا يعني بقيت بافرهد بسرعة كده، والطاقة يعني مش قد كده اليومين دول. ف فلو ربنا قدّرني كده هاصوّر معاكم، عايزين نعمل الكابوتيه بتاع الستاير، ستاير إيه، السراير، نضبّطه. السراير البينك دي الكابوتيه بتاعها عايز يتغسل بفانيش، وأنا معيش هنا غير كلور أبيض. فقُلت لحد من عيالي وهو نازل مثلًا يصلّي يبقى يجيب لي معاه فانيش أو كلوركس ألوان، علشان أمسك السراير الكابوتيه دي والبينك اللي جوّه برضه اللي لسه عاملاهم معاكم دول، عايزة أغسلهم. أنا ما خدتش بالي إن هُم يعني عايزين يتعملوا بصراحة غير وأنا بانضّف. النهارده كده حسّيت إن أنا محتاجة إن أنا أمسكهم كده بُصّوا أليّفهم تاني، مع إني أقسم بالله عاملاهم أنا وحبيبة وطالع عينينا فيهم. بس تقريبًا كان مجهودنا يعني كتير يوميها، أو كنا عملنا حاجات كتير، فكنا بقى خلاص ما بقاش عندنا مجهود إن إحنا نكمّل. فاهمينّي؟ يعني ما عندناش طاقة خلاص، ما صدّقنا ربّطنا السراير، ما صدّقنا ركّبنا الدواليب. وبمناسبة الدولاب عايزة أقول لكم الدولاب بقى perfect. الدولاب اللي كنت باشتكي لكم منّه بقى تحفة. الضُرَف اتركّبت، طلعت الضُرَف بتاعته بصراحة، بس هي غِتتة. يعني رُحنا جِبنا له جرارات، وجوزي جاب له حاجة كمان كده، بصراحة مش عارفة هي إيه. حاجة كده مثلًا زي الزوايا أو كده، مسكته في بعضه كده وخلّت الضُرَف. أي نعم هي مش يعني مش زي مثلًا الدواليب اللي هناك في البيت التاني لأ، بس أحسن من الأول. أنا كنت خلاص باقول الدولاب ده عايز يترمى في الزبالة، ده ما ينفعش يبقى دولاب أصلًا، بس الحمد لله يعني اتضبط. المهم بقى يا جماعة، أنا عايزة أضبط معاكم الدنيا النهاردة. أنا الصراحة متشجعة جدا وأنا بعمل الروتين. الدنيا حواليا بسيطة، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني مضايقاني إن أنا مش عارفة أظبط زاوية الكاميرا. البيت صغير أو الشقة صغنطوطة، تحسوا كده إن أنا يعني كل ما أجي أظبط الكاميرا ألاقي نفسي طالعة في الكادر، ألاقي مثلا جاية بظهري، جاية وأنا موطية، لازم في حاجة غلط في التصوير. فمش حافظة برضو زي عندي كده، انا عارفة المكان ده بيكون مناسب في التصوير والكادر ده بيكون مظبوط. لا هنا لسه برضو يعني مش متعودة قوي، فهتلاقوا كده زوايا عبيطة كده. فما يعني ما تدوروش ماشي او ما تدققوش لحد لما نتعود يعني على المكان شوية. اهو زي ما انتم شايفين كده، كل مقطع الاقي وشي طلع، ظهري طلع، مش عارف الحاجات اللي كده دي. بالنسبة بقى لاخواتي اللي قالوا لي انتي حذفتي ليه فيديو الفرحة اللي كنتي عاملاه مع مروان يوم نتيجة الاعدادية، بصراحة يعني انتوا اخواتي مش هكدب عليكم، انا جوزي زعقلي وقال لي انتي طالعة في الفيديو ليه ومش عارف ومش عارف يعني هكذب يعني. هو ده اللي حصل بصراحة. انا من فرحتي كنت، بصوا يا جماعة عارفين، مش مستوعبة انا بعمل فعملت الفيديو ده انا ومروان، ولقيتني في ثانية رفعته على اليوتيوب، قلت عايزة اشارك كل حبايبي. فبس الصراحة يعني الموضوع ما عداش يعني على خير. فرحت بصوا آسفة كده، رحت هوب داخلة عاملاه خاص. بس كتير منكم شافوه يعني. فموضوع الظهور ده يعني هيبقى صعب عليا بصراحة. فخلينا كده، انتوا كده كده عارفيني وحبايبي واخواتي، وربنا يخلينا لبعض كده ان شاء الله، يعني أسرة كده مع بعض. ومش بالظهور على فكرة، ياما ناس بتظهر وما بيكونش الظهور ده في مصلحتها والعكس. فكل واحد بقى ربنا مقدر له حاجة يعني يسد فيها. انا كويس اصلا ان انا عرفت ارجع لكم تاني على اليوتيوب. فقصة الظهور دي حاليا عشان برضو اللي بيسألوا مش هتكون متاحة يعني حاليا خالص. بصوا بقى انا ظبطت الدنيا ازاي. بصوا طبعا انا مسرعة الفيديو جدا، لكن البيت يعني خد معايا. لو انا سبت الفيديو على يعني على السرعة اللي هي المنطقية بتاعته، انا دايما بسرع الفيديو على 2، لكن المرة دي تقريبا مسرعة على 3.5، وفي اماكن كمان مسرعاها على 4. فتلاقوا الفيديو بيجري كده عشان انا مش عايزة برضو اخد من وقتكم وقت طويل قوي كده.
ده الفيديو داخل في 29 دقيقة، وكنت ممكن عملته ساعة، يعني كنت ممكن تقضوا معايا ساعة كاملة واحنا بقى ايه بننظف وبنرتب وبنعمل مع بعض. بصوا هنا انا محتاجة هنا شوية حاجات، محتاجة هنا شرشوبة يعني جردل للشرشوبة، ومحتاجة جاروف، وايه كمان تقريبا بس كده. عندي فرشة للبلكونة وعندي حاجات كده اللي هي المؤقتة دي، بس فعلا جردل الشرشوبة ده يريحني جدا، لان انا هنا كنت بمسح، وطبعا انا حاطه كلور، انا حاطه كلور في ميه المسح، مخلي السيراميك جميل، بصوا بيلمع كده. واحسن حاجه بقى ان كل مره بمسح فيها السيراميك بيبدا يروق. انتوا طبعا شفتوه يوم ما استلمت الشقه كان عامل ازاي، كان صعب جدا، بس بقى مره في مره يعني بقى يبدا يروق كده. وبعدين انا بعد الفيديو ده يعني بعد ما عملت الفيديو ده جبنا اسمنت وجبنا عليه جبس ولخبطناهم على بعض، وعملنا كل الفواصل اللي هي باينه. بصراحه مش انا اللي عملته عشان اكون صريحه يعني، جبنا حد يعني عملهم، مش هقول لكم ان هو عمل الشقه كلها، بس في بلاطات كده لما كنا بنمشي عليها كانت بتبقى بتعمل كده بتلق او بتطبل كده تحت رجلك، فقلنا دي ممكن تطلع، او مثلا ميه تيجي تحتها، او لو طلعت هتتكسر، عشان تجيبي بلاطه واحده بس شبه ده يا عالم هتلاقي ولا لا، فعملناه. وعلى فكره ده غلط، يعني اللي احنا عملناه ده غلط. الصح ان قبل ما كنا نجيب العفش وقبل ما ننقل ولا نحط رجلنا في الشقه كنا نمسك السيراميك ده كله نسقيه، هو ده الصح برضو. يعني عشان لو انتي مثلا واخده شقه اسكان ما تعمليش الحركه الغلط اللي انا عملتها دي وتروحي تنقلي عفشك كله وتلاقي نفسك بعد كده بتلفي حوالين نفسك. لا، اعملي الصح من الاول، علشان بعد كده بقى ما ترجعيش بقى ايه توجعي قلبك. يعني احنا فرشنا، وبعد ما فرشنا كده قعدنا قلنا ايه الخيبه اللي احنا فيها دي، احنا ليه ما جيناش قبل الفرش او قبل ما نودي العفش وعملنا الحركه دي؟ او مثلا كان كده كده الغفير كان معاه مفتاح والشقه فاضيه، ليه ما قلنالوش مثلا نطلع اعملها؟ بس احنا يعني برضو يعني ما كناش مأمنين قوي يعني ان حد يطلع بنفسه ويعمل وكده، لان احنا كنا عايزين نبقى واقفين على ايديه. فاحنا بقى من فلاحتنا لو وقفنا على ايدين حد ولا احنا عملناها ولا خلينا حد عملها، فطبعا بيبدأ يظهر ايه حاجات كده، ايه بلاطات كده مهوية. الله يسامح بقى اللي كان بيعمل مفيش ضمير بربع جنيه، في بلاطات مهوية مهوية يا جماعة، كأن مفيش تحتها اسمنت اصلا. يعني البلاطة تقريبا كده يعني اللي جنبها ملزوقة باسمنت، واللي بعدها محطوط عليها اسمنت برضو ملزوقة باسمنت، هي في النص مثلا مفيش تحتها حاجة. يعني في واحدة كانت جنب كنبة الصالون بالظبط، كنا بنقف عليها كده ونخبط برجلنا كده تتهز رايحة جاية تحت رجلنا كده. دي بقت دلوقتي بقت ماسكة وجميلة وكل حاجة الحمد لله يعني. ف... فبرضو ايه يعني احنا برضو عندنا غلطات كده عملناها، بس بقى خلاص بقى يعني هنعمل ايه بقى، خلاص العفش اتركب وما صدقنا ان هو اتركب، وخلاص بقى ايه يعني ان شاء الله ان شاء الله بقى في التوضيبه بقى الحقيقيه اللي انا نفسي اعملها ان شاء الله ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب بحق لا اله الا الله. كل ده ان شاء الله هفوره. بصوا انا عملت معاكم الحمام صغنطوط كده بيخلص في 3 دقايق بصراحه. انا كنت لميت فرشه الطرقه دي لان الحمام كان بيودي ميه على بره، يعني لما برش ميه كده الميه بتطلع بره الميل بتاع البلاعه، يعني مش مظبوط، ففي شويه ميه كده لازم يجوا ايه طالعين جري كده على الطرقه. فدي برضو يعني ان شاء الله في التوضيب بقى تتعدل. الناس بقى حبايبي اللي اخدوا ووضبوا التوضيبات اللي هي بقى من نار دي اكيد عارفين التكلفه قد ايه، لان احنا عملنا لها ميزانيه وعملنا زي يعني اسمها ايه دراسه كده ولا اسمها ايه كشف حساب كده. لقينا علشان تظبطي الشقه دي يعني تعملي حسابك مثلا على 100 ألف لو انت هتظبطيها التظبيطة اللي انت نفسك فيها، وكمان مش هتعملي بقى المطبخ ومش هتعملي الحاجات دي. يعني المطبخ لوحده انتوا عارفين بيتكلف كام دلوقتي، قصدي التقفيلات يعني والكلام ده بيتكلف ألوفات لوحده. ف... فان شاء الله ان شاء الله واحدة واحدة الدنيا اتبنت في 6 أيام يا جماعة، فواحدة واحدة كل حاجة هتتعمل. الحمد لله ان في شقة وشقة ملك، ودي يعني حاجة فضل ونعمة من عند ربنا. انا كل يوم بقول الحمد لله يا رب. والله يا بنات عايزه اقول لكم وحياة ربنا والله العظيم وانا بصلي كده واقعد كده ابص كده على الشقه اقول يا الحمد لله يا رب،
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هتقولوا لي يعني هي بسيطة والدنيا يعني تمام، بس جميلة بالنسبة لي، انا فرحانة بيها جدا. علشان انتوا بتقارنوها بالشقة التانية اللي في البلد. الشقة التانية 160 متر او 170 كمان، وكبيرة، والاوض كبيرة، والريسبشن قطعتين كبير، وكل حاجة فيها واسعة، حمام واسع ومطبخ واسع وكل حاجة فيها واسعة. بس يا جماعة فرق شاسع ما بين الايجار وبين التمليك، بين ان حاجة تبقى بتاعتك وبين حاجة انتي بتدفعي لها كل 30 يوم مبلغ وقدره. فده يعني ده احساس تاني كده، حاجة تفرح طبعا. والحمد لله انا يوم ما قدمت ما كنتش اتخيل اصلا ان هي تجيلي. والله العظيم ما كنت اتخيل انها تجيلي، وتوكلت على الله وقدمت. وقسما بالله انا كنت قلت لكم الموضوع ده قبل كده، انا ما عملت رشوة ولا مثلا كان عندي واسطة ولا الكلام الاهبل ده. مفيش اصلا، ما اعتقدش اصلا ان في الحاجات دي. والحمد لله اهي جات لي اهيت وبقت موجوده، وشقه جميله بنيجي نستجم فيها، وزي ما قلت لكم انا معتبراها ان هي كانها شقه مصيف، بنيجي نفصل فيها كده وتبقى تمام. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان شاء الله بكره باذن الله طالعه على السطح لاول مره. هطلع على السطح بقى كده ايه، علشان نشوف الخزان والحاجات اللي هي كانت عايزه تتظبط دي. نفسي افتح الخزان واغسله، لان انا لسه ما شفتش اللي جوه الخزان خالص. لان واحده صاحبتي قالت لي ده انت لما هتبصي جوه الخزان هتقرفي من الميه جدا، الميه بتبقى مرصبه من تحت صدى كده ورمل وحاجات. فانا قررت كده ان انا يعني اخد الدفعه والشجاعه، لان انتوا عارفين ان عندي فوبيا من هو سلم. عشان تطلعي على السطح لازم تعدي على السلم الحديد ده وتطلعي عليه. وانا يا جماعه جبانه، مع انه يبان سهل، لكن اطلع خطوتين كده وعارفين كاني بصوا متجبسه كده. حتى مره لما جينا المره اللي فاتت جوزي طلع وقف لي فوق كده وقال لي يلا يا ايمان، يا ايمان يلا. اقول له ابدا، لا يمكن يا بنتي اطلعي، يا بنتي بلاش شغل العيال الصغيره ده. اقول له والله ما قادره اشيل رجل عن رجل، يعني مش قادره ارفع رجلي احطها على على السلمه التانية. تفهميني؟ فانا ان شاء الله ان شاء الله هطلع بقى كده واخد كده ايه جوله كده فوق السطح. لو حابين ان انا اصورها لكم برضه هصورها لكم عشان تعيشوا معايا بقى معايا اليومين دول زي ما يكونوا كده. احنا النهارده يعني يعتبر مفيش اي استفاده ولا بكره ولا بعده، لان انا مش بشوف ان الروتين انا بفيدك فيه غير ان انا ممكن اشجعك، ممكن مثلا نتكلم وندردش مع بعض من ورا الخلفيه بتاعه التصوير بتاعته. إيه لا اكتر ولا اقل. لكن انتوا كلكم شاطرين وكلنا بنعرف نعمل كل حاجه الحمد لله، بس احنا صحاب واخوات كده مع بعض، فبنقعد ندردش بقى سوا، نتكلم مع بعض. انا اكيد يعني لما مثلا بتكلم معاكم ممكن يعني اكيد وانتوا بتسمعوني تسمعوا حاجة ممكن تستفيدي منها. وانا نفس القصة لما ممكن اقرا تعليق مثلا يجيلي استفيد منه، زي التعليق بتاع بتاع اوضه النوم اللي قلتولي هتعمليها من ولا حاجه. هتحطي السريرين جنب بعض وتضميهم لبعض وهتبقى اوضه، يعني اوضه نوم يعني رئيسيه وجميله جدا. والتعليق ده عجبني جدا. وانا من وقت ما جيت، ان انا بقالي كام يوم من وقت ما جيت عماله اتحايل عليهم فكولي السراير اللي مكتوب عليها لف دي وانقلوها لي الاوضه التانية، وهاتولي السراير الكابوتونيه البني دول، دخلوهم لي مع الدولاب اللي فيه كابوتونيه كل يوم عشان خاطر يا ولاد. انا ما اعرفش افكهم يا جماعه بصراحه. انا المره اللي فاتت والله العظيم شفت تعب، ولما روحت البيت كنت مهدوده وايديا دي ما كانتش بتتحرك. فانا مش عايزه اغلط نفس الغلطه، فانا مش برضه احمل قوي يعني النهارده هتلاقوني كده نظفت البيت كله. هو عشان انا بصور اخدت وقت، لكن لو انا مش بصور كان زماني خلصته في نص ساعة، لان كده كده شقة 90 متر يعني مش مستاهلة ان انتي ايه تقضي فيها وقت طويل. بس اللي حبيت اعمله بقى ان انا اشيل السجادة وانضف من تحتها، لان طبعا احنا قعدتنا هنا بقى قدام التلفزيون، وما بندخلش الاوض مثلا غير لو حد هيمدد ظهره، لو وقت النوم. والغريب بقى يا جماعة اللي انا يعني لاحظته هنا، الجو الجو الصحراوي ده جاف رطب كده. يعني انتوا عارفين احنا حرانين بس مش عرقانين، والله احلى حاجة. عارفين الجو اللي هو بتاع العرق الملزق ده والحاجات، انتوا فاهمين بقى قصدي ايه؟ لا مش موجود. هو لو في حر حر بس في كده سخونية في الجو، لكن ما بنعرقش. ففعلا المناخ الصحراوي ده جميل في كده. لكن بالليل بقى الهوا بيفتح وبتبقى الشبابيك دي بصوا بتخبط في بعضها،
وقت الحرايه دي كده او الظهريه دي، باجي مشيشه كده او بشد كده السلك والستاره واسيبها بقى ايه مع نفسها الشقه تتهوى. احيانا بقفل خالص، يعني بقفل الشيش ده خالص لحد بعد الشمس ما تروح، اجي فاتحه، بتبقى الجو تحفه تحفه تحفه. بس هو كده السجاده اتشمست، وكمان عايزه اقول لكم ان انا نفضتها في حاجات كتير قصقصتها بقى. يعني انا عايزه اقول لكم البلكونه وانا واقفه، لا انا عارفه اجيب التصوير كده ولا عارفه اجيبه كده ولا عارفه اجيبه كده، فكل شويه الاقي ظهري، الاقي زي ما قلت لكم. فانا نفضت السجاده، حتى نفضتها كده بالعصايه بتاعه المقشه، ورحت بقى منزله منها شويه تراب كده، ورحت مظبطاها بالفرشه، ورحت مدخلاها وفرشاها، وكل حاجه كده بقت في مكانها مية مية. جبنا ترباز بقى هنركبه للبتاعه دي، اسمه ايه، لشباك البلكونه. ان انا وريتكم طبعا ان هو مكسور، وبمناسبه الموضوع ده انتوا قلتولي ان هو اكيد حرامي والغفير قفشه ومرضاش يعني يصرح بيه، فاكتفى ان هو يقول لكم البلكونه مفتوحه. والله يا جماعه انتوا ممكن يكون حاجه زي كده، بس انا معرفش، ومعرفش يعني ايه الاكره بتاعت باب الالوميتال تتكسر من الهوا في الصيف. يعني طب لو في الشتاء هنقوله مثلا كان في عاصفه والباب اترزع، لكن في الصيف اللي هو يدوب الهوا يعني كده يعني معقول، وانا قافلاها تتكسر ازاي؟ يعني انا عماله كل شويه اقوم ابص لها، انا وريتها لكم طبعا في الفيديو اللي فات، كل شويه ابص لها اقول لها وانت اتكسرتي ازاي اصلا؟ فيلا الحمد لله. المهم يعني ان مفيش حاجه ناقصه خالص، ربنا عالم بالحال يعني، الواحد يعني مش مستحمل يعني بصراحه. فمفيش حاجه نقصت من البيت خالص. ولما حتى جوزي قال للغفير هو ازاي البلكونه اتفتحت، قال له والله احنا واحنا رايحين واحنا جايين لقيناها مفتوحه، افتكرناكم ان انتوا فوق، لكن بالليل بتبقى ضلمه، فاستبعدنا، فعشان كده كلمناكم، استبعدنا ان انتوا تكونوا جوه يعني، والشقه كحلي كده ضلمه كحلي كده، فعشان كده كلمناكم ان انتوا تيجوا تشوفوا ايه في ايه في البيت وكده. والحمد لله لعله خير يعني، ادي احنا جينا اهو وقضينا كام يوم حلوين. وفي حد برضو من الصنايعيه اللي كان عندي قال ان في المكان نادي اسمه نادي الصيد، بينه وبين العماره بتاعتي تقريبا مثلا حوالي مثلا 300 400 متر كده. قال لنا روحوا جربوه، ده هيبقى حلو قوي كده. فانا لو رحت ان شاء الله هحاول اصوره لكم، يعني هنعيش اليوم بيومه كده مع بعض. قال لنا حلو قوي وتقعدوا فيه قعده حلوه لطيفه كده، ولو في مثلا اطفال او كده بيلعبوا، طبعا معيش اطفال ولا حاجه، بس يعني في مراجيح وفي زحاليق لو معاكم اطفال صغيره، وفي بيسين تحت الانشاء وحاجات من دي يعني. فهنشوف كل حاجه هتيجي وقتها بقى ايه نعملها مع بعض. بس اهم حاجه بقى عايزاكم تعملوها ان انتوا تشجعوني. انا عارفه ان انا النهارده رغيت وكلت ودانكو، اتكلمت كتير قوي قوي، بس معرفش بقى الفيديو طويل هقول ايه، افضل ساكته يعني، لساني بياكلني بقى، فبقعد اتكلم معاكم واحنا برضو ايه اخوات كده مع بعض. هصور لكم ان شاء الله يا جماعه في النادي ده، واصور لكم على السطح، اصور لكم يعني ايه اللي اقدر اعمله، لان هنا مفيش يعني حتى حاجات كتير تعمليها يعني. انا في الوقت اللي انا كنت يعني بنضف فيه وكده كنت مولعه الاكل، حتى ما صورتش معاكم الاكل، او بان يعني في لقطات كده بسيطه ظهرت او هتظهر مش عارفه. سقطت اللحمه في الشوربه وعملت رز. ويومها في اليوم ده عملت ايه كمان يا ربي، عملت بطاطس تقريبا ولا ايه، والله يا بنات انا ما فاكره، تقريبا حمرت بطاطس جنبهم حاجه زي كده يعني. هو بس وما شاركتش معاكم الاكل كانه ما كانش فيه حاجه تتشارك بصراحه. هنا بقى جمعت كل المواعين بقى اللي كانت عندي، واحسن حاجه في الموضوع زي ما قلت لكم ان كل حاجه على القد كده، فالحاجه اللي بتتوسخ انت بتضطري تغسليها عشان تستخدميها تاني، فالموضوع لطيف جدا، مفيش مواعين بتتحوش كتير خالص. يعني دي يمكن اكبر كميه مواعين انا غسلتها هنا في شقه الاسكان، غير كده ما بيبقاش عندي مواعين اصلا. على طول كده ايه الحوض فاضي، المطبخ رايق، واللي حتى بيشرب في كوبايه ولا بيعمل قهوه ولا كده بيجي على طول شاطف الكوبايه بتاعته شايلها. فدي ميزه بصراحه، اكتشفت ان الحاجات الكتيره في المطبخ هي اللي بتعمل مواعين كتير. بس فغسلتهم بقى كده. انا كان معايا طبعا البريل والسلك والحاجات دي، بس ما كانش معايا ليفه اللي هي الاسفنج دي،
فاستخدمت بقى اللي هي الليفه الستانلس ديت بقى، وظبطت الدنيا وخلاص. وزي ما قلت لكم هي شقه نظيفه والحمد لله، يعني ايه اقل حاجه بتنضفها اهو، كله كده بقى زي الفل. انتوا كمان قولوا لي بقى اخواتي بقى اللي كان عندهم اعداديه، ولادكم عملوا ايه؟ يا رب يكونوا كده ربنا جبر بخاطرهم وجبر بخاطركم معاهم. وبرضو عرفوني برضو ولادكم هيختاروا ايه، نظام البكالوريا ولا ثانويه عامه ولا هتعملوا ايه؟ الموضوع ده محير جدا يا جماعه والله، مش عارفين ناخد فيه قرار ابدا. موضوع المدرسه الثانوي ده محير خالص، فمش عارفه بصراحه. انا قلت ايه، هستخير وهستخير لمروان، وقلت له برضو استخير لنفسك، علشان ربنا كده ايه يعني اللي فيه الخير يقعده لنا او يعمله يعني، وميبقاش فيه بعدها ندم. لان احسن حاجة لما تكونوا محتارين او في حاجة محيراكوا كده وخايفين تندموا بعدها، تصلوا استخارة. سبحان الله يا جماعة، صلاة الاستخارة دي بتخليكي ما تحسيش بالندم بعدها، ما تحسيش ان انتي ندمانة ان حاجة مثلا فاتتك، لا بتبقى كل حاجة جاية سهلة، لان انتي بتقولي ايه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. يعني انت يا رب اختار لي الخير وراضيني بيه، سواء يعني بحاجة انت مكنتش متوقعاها ورفض يعني، او بقبول، انت هتلاقي نفسك راضية ومرتاحة. وده حصل معايا السنة اللي فاتت يا جماعة. كان في حاجة كده يعني كنت بستناها وبرتب لها، اقسم بالله كنت نايمة قاعدة بفكر فيها وخلاص هتتنفذ، وجت قبلها بيوم اقسم بالله، او يعني مش يوم يعني عشان يمين الله، يعني كام يوم كده، والحكايه دي اتدربكت كلها. وعيطت عياط وقلت ايه ده، مفيش يعني كده، كل ده راح، كل اللي احنا عملناه باظ، وكله كنت متضايقه دقيقه. وكنت بنام يا جماعه والله العظيم، كنت الاقي كده كأن حجر على قلبي. وفجأة بعدها تقولوا ربنا نزل عليا كده راحة. وكل ما حتى مثلا انا وجوزي نتكلم في الموضوع، اقول له يا سيدي يمكن كان فيها شر، كأني اتبدلت واحدة تانية. فده بقى الرضا اللي ربنا نزله عليا. زعلت مش هكدب عليكم شوية، بس ما طولش معايا الموضوع، حسيت برضا بعدها كده وراحة نفسية. عادي، ايه يعني المشكلة دي، ما مش مهم، ربنا هي يعني هيجيب لي حاجة احسن منها، وان شاء الله ربنا هيرضيني يعني باحسن منها كمان. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يرضينا ويرضي ولادنا يا رب. بس الكوبايات الحلوة دي انا جايباها من هنا بقى، دي جايباها من هنا، في هنا سوبر ماركت يا جماعة تحفة تحفة، في من الابرة للصاروخ، من الابرة كده للصاروخ، كل حاجة عندهم. بص انا مش هقدر اصور فيه، لان هو يعني ايه، تحس كده ان الموضوع يعني ايه كله كده رجالة ويعني ايه، يعني التصوير مش هيكون مقبول فيه بصراحة. لان انا وانا تحت حاولت كده ان انا اطلع كاميرا واصور، بس الصراحة اتكسفت قوي. بس هو حلو جدا، وفيه كل حاجة، كل ما يخطر على البال موجود عندهم، مجمدات، اكل، شرب، حتى الخيط والابرة عندهم. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير.